ما مثل صفاتك للناس وما مثل نجوم الماء فوق فعل وقدر سنا منك دونه وسنا وبدا للوجود منك كريم كريم أباه كرما اللهم صل وسلم على محمد وآله صلاة الله كل سلام الله على رسول الله لله يا أشرف الخلق شر الله يا أحمد أحمد الله كل سلام الله على رسول الله يا أشرف الخلق لله يا أحمد أحمد كل صلاة الله كل سلام الله على رسول الله الحمد لله ثم صلاة الله وسلام الله على محمد يا أحمد أحمد محمد نقول وبعد نقول أشهد الله يا أيها الرسول أيها النبي يا أحمد قال له الحي السلام عليك أيها النبي أيها النبي الأمي يا أحمد أحمد على رسول الله يا أحمد نوك الحضراء إلى هذا العظيم خذ لنا أخبار بيننا بينه مغفرة يا أحمد 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 على رسول الله غزات وفياتي حرك وارواحي فتات واكباتي كجسمي عذاب وفاتي يا أحمد أحمد كل صلاة الله وسلام الله على رسول أهلا ومرحبا يا أحمد الأزل يا شرابا أزبا يا عروس طيبة أجبا يا أحمد 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 على رسول الله بدت الشموس ولبدت الشموس عم تجلى لنا ذلك العروس سيدي محمد الرسول
أحمد لذ الحياة الحياة يا جنة كل الجنة يا أحمد أحمد لذل يا كتب الرؤيا يا جنة الغليا محمد يا أحمد محمد رسول الله بابا مولانا راجع دولنا كنا كريم لا تغيرنا محمد رسول الله رفيع العذاب معنا لكم الأبواب وإروانا لجزاك الباب محمد رسول الله الذنوب من نعمة أولانا من له الأسماء الحسنى من له المطلق الغنى محمد رسول الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مهيمن يا قدوس يا مؤمن يا لطيف يا متين محمد رسول الله يا مالك يا سلام يا رؤوف يا عليم يا عزيز يا كريم يا جليل يا عظيم محمد رسول الله يا عزيز يا عكم يا مقيت يا عليم أنت حي وقيوم وأنت حق وحكيم محمد رسول الله يا بارئ يا مصور يا خالق يا جبار أنت الباقي والقهار وأنت السميع البصير محمد رسول الله أنت مقتدر منتقم متكبر لمن أتى مجير ذريعة عدد محمد رسول الله يا فتاح يا خبير يا رزاق يا قادر أنت العلي يا جبور أنت عفو الزبور محمد رسول الله يا واجد يا تواب يا ماجد أنت واترك الصمد وأنت توج وعيد محمد رسول الله يا مبدر يا معيد يا ولي يا ميت أنت معز مجيد مجيد أنت وارث الرشيد محمد رسول الله يا واسع وأنت مغني نافع وأنت نور وجامع أنت حافظ الرفيع محمد رسول الله يا من هو وما هو إلا هو أنت هو يا هو يا هو محمد رسول الله يا أول يا آخر يا باطن يا ظاهر أنت مانع وبر مقدم يا مؤخر محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام مالك الملك والأنعام مثل على دين الإسلام يا مصالح بالسلام محمد رسول الله عالم السر منه لا تمشي في ستر عنا أنت فكلنا عيش ما به شكرنا محمد رسول الله عالم السر
السر منا لا تكشف الستر عنا أنت وكلنا حيثما بيزقنا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام تعالى لما يشاء أنت مريدنا نلما يشاء فضلنا كما تشاء بما نشاء في الأشياء لا إله إلا الله محمد رسول الله يا باسط اليدين برحمة الوطنين فمكن تمكنين بسعادة الدارين لا إله إلا الله محمد رسول الله عزك عز الدارين وفوزك فوز الدارين وصلاحك في الدارين وصلاحك في الدارين لا إله إلا الله محمد رسول الله يمكنك الدارين تمكنك الدارين جوار زين كل زين رؤية وجهك بالعين بلا بين وبلا عين لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سامع كل نجوى ومنتهى كل شكوى غياث حزنك وهو في واد اللهو والهوى لا إله إلا الله محمد رسول الله ويا غاية رغبتي منتهى كل شكوتي فلا تسوي والكتر في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله محمد رسول الله يا عبدتي يا بويتي أصدبك عن بركتي جسدي وإخوتي في يوم القدرية لا إله إلا الله محمد رسول الله يا من أمره مكنون إذا أراد أن يكون قال له كن فيكون من بين القاف بين النون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحمد الأزالة مدحوه جدا مسلسلا ولكن شرب مسبا لكل أمنا إلى زالا لا إله إلا الله محمد رسول الله في تلك المدرسة جراء قرآن ذاتي عوامش المتنات جوال المغيبات لا إله إلا الله محمد رسول الله بمثل جمال الأمن فزفوا بالروحاني معرج وللإرفان ما له شبه والثاني لا إله إلا الله محمد رسول الله ومثل جمال الأمن فزفوا بالروحاني معرج وللإرفان ما له شبه والثاني لا إله إلا الله محمد رسول الله ومثل داني الأول ذل للورى مضللا ضعيف بثار الأزل لا كل من استقبل لا إله إلا الله محمد رسول الله جمال ثاني تور جمال الفرداني شريع تلك المثاني في رفع تلك المعاني لا إله إلا الله محمد رسول الله جمع شيخنا الفردي شريع قرآن الميت ميلاد جل العهد غطيت ومهاجرين تشكك وزاد الهدي لا إله إلا الله لا سيما شيخ الأكبر فكاك علم الأسرار فتاك وسوى لله در الأكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله في الدوام ويبقى سلام السلام على السلام بالسلام والآل والصحب بالسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله ومقام عبد الوهاب باب صاحب اللواء والهوات والجلوات وفي جنة المأوى لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة بعد زمان لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة بعد زمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي افتتح هذا الوجود بالنور المحمدي الساري سره في كل قضية وجعل ببروز شمس ذاته اختتامه وانتهى وخص أصله الفاخر ونزله الطاهر من أسرار الإلهية فكانوا حسنا حسينا لأهل الأرض وللدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية
وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه سورة بيضاء سورة بيضاء سلام عليك يا طبيب المرضى سلام عليك السلام عليك طبيب المرضى السلام عليك يا جوهر الرضا معك السلام عليك يا مامن فاضا فاطمة مضى السلام عليك عدين فيضا ومرتضى السلام عليك يا لولو منضوضا يا رضا يا رضا السلام عليك مملوك ما مضى ربك يا رب السلام عليك أحمد الأزلي أحمد الأزلي السلام عليك يا عبر الكمالي يا أمي الأزلي السلام عليك يا فوق بعينيني وفي جهتيني السلام عليك يا بار الحرمين شرف الدارين السلام عليك حبيب الله يا مقتدى كونين من كل زين السلام عليك حبيب الله يا مدى الأزلي مع الكل السلام عليك محمد الأزلي محمد التازلي السلام عليك يلده جبريل يلده جليل والسلام عليك حبيب الله يلده ميكائيل وإسرافيل والسلام عليك يا بلجك القدرة جهير السلام عليك يا مدافع القوم لذا القيوم السلام عليك يا جبوت الحضرة يا آية الكبرى السلام عليك حبيب الله يا سندوس العبر يا كبريت الأمر السلام عليك يا رسول الكل يا شفيع الكل السلام عليك حبيب الله عليك عبرة فيدك والسلام عليك ثم عليك وقبع بيتك السلام عليك عين عدناني فتعيني السلام عليك
الحمد لله الذي حقق رموز كنز الماضي الأزلي بجهد الحقيقة الأحمدية كما ختم به دوائر الوجود ونصر به. الحمد لله الذي حقق رموز كنز الماضي الأزلي بأنوار صفات الوجية إن تجلى على ذاته بذاته لذاته على ما أراده قبض بتلك القبضة قبضة الحقيقة الأحمدية من شفاء بياض هدنا بنور ذات فجعل له كهيئة الظاهرة سورة الروحانية وذلك قبل أن يخلق عالم ب300 ألف سنة فملاه بالرحمة الحمد لله الذي فكك رموز كنز الماضي الأزلي بجهد الحقيقة الأحمدية كما ختم به دوائر الوجود على صورته ومعناه ثم انتجت من حروف جاء كل الكائنات وثار تلك الأسماء والصفات وسناد تلك الذات بتلك الحقيقة لكل شيء فصار نسخة جامعة بين كتابي الوجود الحقيقي والسلي فسرته كل ونقطة باي بسملات حضرات الخمس وأمانات الخمس وعوالم الخمس وجواهر الخمس وتنزلات الخمس من مكة الأزلية إلى طيبة الأرواح ومدينة الأشباح سلوية الزارية إلى زائد الشؤونات وحمدلة تلك البسملات وبسملة تلك الأمثلات وصفات كل المبرسمات وبراعات استهلال كل كتب السماوية وخطبة قرآن إنه وإني والدرة البيضاء المحطوطة بخط القدرة لله بين قوسي الأزلي والأبدي بالنفس الرحماني بحيث لا حيث وبحيث لا حيث بلا كيفية ولا عينية ولا مثلية أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وقد فلما أراد لك تعالى جاد مطلق الخلق بفتكرتك كنز الماضي الأزلي بأنواره سمات الوجهية لنتجلى على ذاته بذاته لذاته على ما أراده وارتضى وبتلك القبضة قبضة حقيقة الأحمدية بشفاء بياض في اجتماع نور فاتك فجعل له غيرة الظاهرة سورة الروحانية وذلك قبل أن يخلق عالم ب300 ألف سنة و24 ألف سنة فملأه بالرحمة وربه بشفقته وعظمه بالكرامة وصفه بالرسالة إلى سائر البرية وجعل في رأسه تاج اليقين ولنفسه ثم مكث ذلك النور 12 ألف سنة في جاب القدرة القيومية و11 ألف سنة في جاب عظمة وفي جاب المنة 10,000 سنة و9,000 سنة في جاب الرفعة الكلية جاب الرحمة الواسعية و8,000 سنة في جاب هداية في جاب إفادة ثم مكث 7,000 سنة في جاب الكرامة و6,000 سنة في جاب المنزلة القدسية و5,000 سنة
في حجاب هداية الله 4,000 سنة في جاب نبوتي 3,000 سنة في جاب رفعة الكلية وفي جاب النور 1000 سنة و1000 سنة في إجاب شفاعة الناس الله وفي تلك الحجب كلها يسبح الله تعالى بصيغ المختلفة الجميلة النورانية ثم مكث في مقام الشكر بالصلاة 700,000 عام فمكث في سجوده وفي كل قومته وجلسته 700,000 سنة عندية ثم زينه الله تعالى بالحلم والرزانة وبكل مكارم الأخلاق فلما كمل ذلك النور بهذه الصفات خلق الله تعالى منه جوهرا ثم تجلى له بهيبة لله فأصار نصفه مع مضافا يرتعد دائما من هيبة الله ثم تجلى على نصفه الباقي بشفقة الامتنانية فخلق الله تعالى منه الكل من العرش إلى العرش كما ثم خلق الله تعالى من ذلك الجوهر شجرة اليقينية ثم تبع الله تعالى ذلك النور عليها 70,000 سنة ثم خلق الله تعالى له مرآة الحياء مقابلا لذاته فيسجد 5 مرات في كل ما رأى فيها جمال صورته شاكرا لله ثم خلق الله تعالى له مرآة الحياء له عالم من نور فيسبح الله تعالى في ذلك العالم بسائر أسماء الحسنى حتى مكث في كل اسم 1000 سنة يوميا فنظر الله تعالى إليه بالرحمة على اسمه الرحمن فعرف السجاء ثم أخذ التسبيح فوصل الأسمه القهار فعرف بعدد جميع الأرواح فخلق الله تعالى منها أرواح الألوهية والسفلية فقاموا في ذلك المقام إلى أن يخرجهم الله تعالى إلى عالم الأبدان فخاطبه بعبدي أنت المختار المنتخب لأجلي من بين كل الخلقية وأنت الذي خلقتك لأجلي وتارة أجله وتارة أنسه بيا حبيبي أنت سري وأنا سرك وأنت نوري وأنا نورك سأخلق من نورك خير كل البرية فمنك بك لك عندك فيك عليك معك عنك إليك متلاهم ثم غيبه الله تعالى في غيب علمه وسلخ منه جميع خلقه وأعلمه بسبب نبوته وبشره بعموم رسالته إلى سائر الخلقية ثم انبجست منه عيون الأرواح ثم بدا به ما بدا في عالم الأشباح إلى ما أشبه وذلك وراء المساء والصباح فوق طور الأرواح القدسية كما روى حبر حبرنا من عباد وهيبر بعد الله عبد الله خلق الله تعالى من ذلك النور على العرش وملكه والكرسي خزنته وخنيجها بعدما قامه في مقام القرب 12 سنة قدامها ثم خلق من نوره القلم واللوح والجنة والكروبيين والروحانيين من الملائكة عليها بعدما قامه 12 سنة في مقامه ثم خلق من نوره الملائكة والشمس والقمر والكواكب بعدما قامه في مقام الخوف 12 سنة جلالية ثم خلق من نوره العقل والحلم والعلم والعصمة
والتوفيق بعدما قامه في مقام الرجاء من أجر الحسنة ثم أقامه الله تعالى في مقام الحياء 12 الحسنة والرجاء ثم نظر الله تعالى إليه فترشح النور ورقى من فكبرت منه 120,000 و4,000 قطرة النورانية فخلق الله تعالى من كل قطرة روح كل نبي ورسول ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله تعالى من أنفاس الوطنية نور الأولياء والشهداء المطيعين إلا يوم الدين ثم خلق الله تعالى 12 الحجاب من كل جهة فأقام ذلك النور في كل سنة وهي حجاب الكرامة والسعادة والهيبة والرفد والعلم والحلم والوقار والسكينة والصبر والصدق واليقين وهي مقامات العبودية فعبد الله تعالى ذلك النور في كل حجاب فهذه كلها أقرت إلى تجد قدر المدجة لما روى جابر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل ذلك النور يجول ويسير في ضمائر بروج منازل السماوات عوالمه الروحية عالم إلى عالم ومن مقام إلى مقام على أفلاك لولاك ولولاك فتارة يعبد وتارة يسجد وتارة يحمد وتارة يطوف بالأرض حامدا بالمحمد السنية وآدم منجدد بين الطيبين وتارة يسطو وتارة يلمع وتارة يطلع في الحجاب الرابي كالكوكب الدرية وعزة ربي أنا ذلك الكوكب الذي رأيته يا جبريل بعد قوله رأيت كذا في حجاب كذا وبعد كذا ومرة كذا وكذا المرة كما رواه جابر ترجمان كلام الله لا خرج من تلك الحجب إلى الأرض فيضيء به ما بين المشارق والمغارب الكلية فلأهل السماء كالقمر لأهل الأرض حتى غلب نوره على نور الشمس إلا أن عرج إلى السماء بجوهرة طينته فأعوذ الملائكة جبريل مكوفة بالأملاك الكوفية من كعبة جوش ملائكة الفردوس والرفيع الأعلى وحملة العرش فلم تزل تغمس في أنهار الجنة وعين السلسبيل حتى صارت كدرة البيضاء النقية وتورد على الملائكة فتشرق مثل الشمس 70 مرة بنيت ويطوف بها جبريل في صفوف الملائكة ويستقبلونها بالإكرام والتحية فلا خلق له منه آدم ولا صورته ثم وضع على ظهره فينشنش منه تسبيحا وتقديسا وتحميدا بكرة وعشيا فقامت الملائكة خلفه صفوفا ينظرونه ويسجدون له ويتعجبون من تلاوة رونه ثم انتقل إلى جبهته فتلالت الليلة البدرية
فعاد تلك الصفوف معه سيافا ثم أخذ الله تعالى على عدم العهد ألا يودعه إلا في الأسلاف النتيجة والأرحام الزكية ثم انتقل إلى حواء ثم إلى أول المرسلين ثم لم يزل ذلك النور والعهد إلى أن ظهر في عالم شهادة ينتقلان من كريم إلى كريمة نبيا ومن ساجد إلى ساجد ومن نبي إلى نبي كمثل خليل الرحمن وابن إسماعيل ومن عدنان إلى معد ثم إلى نزار ثم مبرة ثم إلياسا ثم مدركة ثم حسينا ثم كنانة المغنونية ثم نذر ثم مالك ثم فر ثم والد ثم لؤي ثم كعب ثم مرة ثم كلاب ثم قصي ثم عبد مناف ثم هاشم ثم عبد المطلب ثم ابنه عبد الله أسد الله وما خلق العظيم ثم لما سوى الله ظهوره إلى عالم سادته نودي في أوطار السماوات والأرض بمشهد الكلية لأنه ينتقل في هذه الليلة إلى آمنة فتدرج طربا وزع الكرسي عجبا وانتشرت راية السرور والحضور في الغزية والزوجية وبعد جميع جنود الملائكة تهليلا وتكبيرا لمولاه فهبت نسيمات الشوق على أنوف أرواح أمناء الأزلية فاشتد على كل عالمين انتظار ظهوره نور طلعته وتبشرت وجه الكفار ودواب البحار حتى نطقت بحمره ومدحه دابة القريشية وأفصحت من بين العالمين وأقسمت على ذلك فإذا كثرت الأمطار وغابت البحار وسالت الأنهار ومثل الكفار والزامة الأزهار وطابت الأزهار وتراكمت الثمار ورنمت الأدهار وتسببت الأنوار والأسرار وزالت الشدة وكفيت الأرض بعد طول يأفها حللا نخبريا وذهبت الوحشة وحصل الأنس وظهر العكو وذهب العكس كيف لا تدبرت النعم والنعم على كل خير والزعامة في كل شهر على بابها كابر الأنبياء والرسل والهواتف الغيبية فما زالتا تسمع مناديا ينادي مضى كذا وكذا شهر وقائلا يقول حملت سيد العالمين وخير البرية سمي محمدا لأنه ما زال ولا يزال ربنا عزيز معنا شقاق فجر طلوع الشمس مع أحمد الأسدي بسعادة الأبدية عالم الغيب العالم شهادتي على كل شيء قد استدار الزمان بمثابرة اسم الظاهر والباطن وابتدى لدورة الوضوء بين قوس الأولية والآخرية كما استدار وابتدى عند خير الروح فتحت لمولده أبواب السماء كلها وأبواب الجنان كلها بالإكرام والتحية وعبرت آسيا ومريم والحور لسانه فكيف لا قد لبست الشمس يومئذ نور عظيم
وكان طائرا أبيض مسح بالرحمة فأتى سنيا فزال عنها الألم والوجع والرقب والفزع ورجال بأيديهم عبارق من فضة وقفوا في الغار وشرب شربة بيضاء فيها لبن وعسل فخرج منها نور نضاء به جميع القرى ولا سيما قصور الزانية وتيفاج أبيض قد مد بين السماء والأرض وقائل يقول خذوا عن عيوننا وكم طيور أقبلت حتى غطت أجرتها مناظرها من الزمرد الأخضر وأجنحتها من الياقوتة البهية ويرجع منها عرق أبيض من المسجد الفهيم وقيمة رفع من نور وأرض زراج من نور وثلاثة أعلام نبيا علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على أظهر بيت الله وحفت الملائكة بيتها وملئ الحرم طيبا ونورا من الأنوار القدسية كيف لا كتبها ما بين المشارق والمغارب وأمطر السرور والصفاء والحفور والوفاء فظهر أحمد محمد صلى الله عليه وسلم بالوجود المطلق والكاز المحقق والنور المغرق جميع أنوارات الكونية رافع رأسه إلى السماء صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمود محمد عجب الويا يا ملاذ كان في البدر فرا
عاطف البدر أتابع ولادة المصطفى ملاذي ملئ الحرم نورا نورا سرورا كبت به الأصنام أحمد ويا محمود يا طه ويا جواد ملاذ سيدي محمود ويا جواد يا طه ويا أحمد ومحمود أحمد سورة بيض أحمد رضا محمود ملاذ سيدي صلاة سلام فرد عليك يا محمد ومحمود محمد يا لجلال الأمجد والممجد ملاذ سيدي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اللهم يا دائم الفضل ويا باسط اليدين نسألك بهويتك الفردية بأسمائك الحسنى مظاهرها وشأنك وشؤونها وبذاتك وصفاتك وعدلتك العلية والوهمية كل ما أظهر وما بطن في الغيب والمكان. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحقيقة العمدية والمحمدية وفي جميع الملائكة والأنبياء والرسل لا سيما ساداتنا المجتهدين والمحدثين والمحدثين تصلي وتسلم على سيدنا محمد مدة الرحمة الرحمانية والرحيمية وعليه وصحبه وعلى كل من أهواه وأن تؤتي المقام المحمود والوسيلة والمحمود والوسيلة والفضيلة والدرجة العليا وأن بأفضل الجزاء وتؤتيه جميع ما سألك لنفسه ولكل خلق وأن تهدي من عندك أبدرنا وابنا صراط المستقيم في الأقوال والأفعال والأحوال والنية وأن تفعل جميع الأوامر واجتناب كل المنافر يا الله وأن ترينا برحمتك يقظة ومناما طلعت جمال وجهه فتديمنا في ديوان القرب والسعادة الأبدية تجعلنا بفضلك بمنك من الذين لا يشقى جليسهم ويذرون وأن توقفنا تحت ثبات العبادة والعبودة والعبودية توقفنا تحت ميزاب فيد نبيك وميزاب فضلك يا الله وأن تدخلنا في شفاعته وتريدنا حبه بيده وتجعلنا من رفقائه وخدامه وخدام أدرادك القصية وتجعلنا من أصحاب اليمين المتعافين المتجالسين المتداورين المتبادلين المتنازعين المتناصرين وأن ترحم الأمة المحمدية وتغفر الأمة المحمدية وتغفر الأمة المحمدية وتصلحها لأمة المحمدية وتفرج عن الأمة المحمدية وعن الأمة المحمدية حتى تأمهم بذلك ما وجد وما سيوجد بفضلك وكرمك يا وأن تغينا حياة السعداء وتجعل زماننا زمان البسط والرخاء والأمن والصفاء والخط والوفاء والعتاب والحياء والنعمة والآلاء مع الاستقامة على ملته البيضاء السنية وترضى عنا ونرضى عنك وترزقنا من كنوز لا حول ولا قوة إلا بالله وأن تجعلنا من شهدائك حبك وحب نبيك
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الارتياد ذلك بحسن الخاتمة بأطوافك الغفية وتمدنا من خزائن لا إله إلا الله وأن تجعلنا من الذين يأمرونك البرك الخاطف بجميع الوقائع البرزخية